هلو بنات، شلونكم؟ ان شاء الله الكل بخير. هنايا سويت لكم الكيكة حسب طلبكم. الكيكة البركانية هو طلبوها من عندي تدللون، وسويتها هسه فورا ونشرتها لكم. هنايا شوفوا الجمال، شوفوا القوام مالتها، شوفوا الارتفاع مالتها اكثر من 5 اصابع ما شاء الله. شوفوا شكلها. اكو متابعات 2 كاتبات لي عباني باذنجان. عليكم الله، هذا باذنجان؟ يعني شلون متصفن مترهم؟ يعني خو ماكو شي. المهم عادي، ولا تعليق سلبي. طلبوها من عندي هواية. هنا حبلش بالطريقة التحضير والمكونات وشون اسويها وياكم خطوة بخطوة، وان شاء الله تنجح وياكم. هنا بلشت حضرت كل المقادير. هنا كوب سكر، شكر يعني. هنايا أني قست بالنصف كوب. هذا القياس خليت 2، يعني المهم كوب واحد. أوكي. وعندي نصف كوب زيت. راح أفرغ. رغم ما أنا كنت البارحة مسويتها، بس طلبوها هواي من عندي تدللون من عيوني. شنو حابين انزل لكم قولولي، ولا تنسون ان شاء اريدكم يرتفع هذا الفيديو. بنات قد ما تقدرون رفعوا منتدى، سووا اشتراكات، وودوا لأقربائكم، لأن والله العظيم تعبت عليها. وأني يعني حاضرة، شنو طالبين من عندي قولولي أنزل لكم. هنا بعد ما ضفت كوب سكر ونصف كوب زيت النباتي العادي، و3 بيضات. تقدرين تخلين بيضة، تقدرين 2، تقدرين 3، تقدرين بكيفك. والله الصراحة أنا مرات أصلا ما أخليه، بس هنا أريدها تطلع توب ومثل ما أني سويتها البارحة وكلش عجبتكم. راح أسويها خطوة بخطوة مثل ما أني سويتها. بيض درجة حرارة الغرفة، نحركهم كلش زين لحد ما يذوب السكر تماما باتجاه واحد، لا يمين ولا يسار، لحد ما يتغير لون القوام. هنا بعد أصفر راح يصير شوية لون أفتح أو على بياض. نظل نحرك هواية، كلش هواية. هنا يا بنات حنخلي طبق مال خل الأبيض، خل التفاح الأبيض، أو هو يعني الخل الأبيض اللي معروف. ونرجع نحرك ونحرك نحرك لحد ما يصير عندنا فقاعات. أقل شي 5 دقائق. اللي عندها المضرب الكهربائي بعد أفضل، بس أني لأنه كنت قاعدة وقلت على راحتي وأريد أسوياكم خطوة بخطوة بدون أي غلط مثل ما طلبتوها من عندي. بعد ما حركته كل زين ولونه صار أفتح أكثر من 5 دقائق، حضيف ظرفين فانيلا. نزلهم كل زين وأبقى أحرك. خليت رشة ملح شوية، خاف ما انتبهتوا بنات، كلش قليل. شوفوا بنات قوامها. نبقى نحرك ونحرك. بعدين نضيف الطحين بالتدريج. أنا راح أسوي كوبين اللي معتادة عليها واللي تكفي عائلتي. انت تضيفين 3 كواب، تزيدين شوية المواد. بس المهم أني هناي كوبين. ضفت الكوب الأول ولازم ينخل. أوكي بنات، هالخطوات رجاء لازم تنتبهون عليها، يعني أبسط غلط تطلع ما طيبة وما تنفش وما حلوة، ما تنجح. هنا ضفت الكوب الثاني وراح أضيف ملعقة نشا الذرة. شوف بنات، ملعقة كبيرة فقط، لا تكثرون. هالقياس الكوبين. إذا مثل قد قلاص ونص تسوون أكيد أقل، وإذا تكثرون كثروا شوية. هنا بعد ما نخلته كل زين، طحين كوبين وملعقة نشا. إن شاء الله واضح قدامكم. والمقادير أنا هماتين راح أكتبها بصندوق الوصف. بنات اللي مثلا ما منتبهه، تدخلون صندوق الوصف راح تلقون المقادير بالتفصيل. هنا حركتها. راح أضيف لها بنات مي بارد من الثلاجة. أوكي، مو مثلج بس بارد. أنا شتاء وصيف أستخدم هاي الخطوة. مي بارد.
من زمان يعني أنا صار لي سنين أعتمد على هاي الطريقة مالتي. كيكة الشاي، كيكة العصرية، كيكة مال المناسبات، الكيك الصوص بالشوكولاتة، الكيك السادة، كل أنا هاي طريقتي بالمقادير والقياسات. وطريقة مثلا المي لازم أخلي أضيفه، لازم أضيف الخل، هاي خطوات كلش مهمة. المي البارد يعني أقصد. صار قوامها كلش حلو، هذا القوام من المطلوب. شوفوا بنات، هنا اكو خطوة مهمة. اذا تردين تسوينها بنكهة البرتقال تصير كلش كلش طيبة. اني هنايا حبيت اسويها بنكهة الهيل. اذا تردي بنكهة البرتقال تخلين تعصرين برتقالاية وقشر البرتقال وتضيفيهم، تبرشين البرتقالاية، تضيفين القشور مالتها وتعصرين العصير مالتها وتضيفينه. اوكي بنات، وتقللين من المي. واذا تردين تسوينها بنكهة الهيل تضيفين نصف ملعقة اكل او ملعقة كوب هيل مطحون. مطحون انتي طاحنته نفس الوقت فريش. انا طحنته وحضرت كل مواتي قبل ما ابلش. انا ضفت هسه نصف ملعقة هيل، حبيت اسويها بنكهة الهيل. بعد ما حركته اخر خطوة عندي حضيف البيكنج باودر، ظرفين همينة، ظرفين بيكنج باودر وظرفين فانيلا. هاي النوعية كلش زينة، على طول استخدمها. ما شاء الله ظرفين بيكنج باودر وثلاث بيضات راح ترتفع وتصير كلش حلوة. حركتهم بنات. أنا هنايا فاتحة الفرن، خليته درجة حرارة وسط، ومجهزة القالب مالتي، مخليت له زيت ومخليت له طحين. أنا مرات أخلي بقاع القالب أخليه سمسم يصير كلش طيب، بس والله ما عندي، لأن صادف سويت كليتشة وخلص السمسم اللي عندي. بناتي هنايا بعد ما حركتها كل زين وخلصت المواد خطوة بخطوة، شفتون وياكم قلت لكم حضر القالب. هنايا داهنته يعني، وهاي وفاتحة الأوفن، ضفت الخليط كليته بالقالب، نزلته كله ولا قطرة بقيت. لازم نفتح الفرن مسبقا، لازم. شوفوا بنات، من تخليها بالفرن 40 دقيقة جوا نهائيا ما تنفتح، تبقى بالرف الجوي مثلا 10 دقائق أو 20 دقيقة، وبعدين بالرف الوسط. إذا التوريس حابين تخلونها بالرف الوسط مو مشكلة. هنا بنات نسويها بطبطبتين، نفرغ الهواء من عندها، نتخلص من الهواء اللي بداخلها. شوفوا بنات، هنا قلت لكم فاتحة الفرن، خليتها خليتها أنا الصينية اللي جوا كلش 10 دقائق، ربع ساعة مو أكثر، وأصعدها بالرف الوسط. بعد ساعة ضبط. شوفوا الجمال، ما شاء الله، قولوا ما شاء الله. شوف شكلها وقوامها وشون مرتفعة كلش، ما شاء الله ما شاء الله. أني على طول تنجح بإيدي، ولا مرة بحياتي خربانة. حتى الطحين مالت الحصة، وحتى مرات ما أخلي بيض، مرات أني أخلي محسن مال كيك ومرات ما أخلي، يعني مرة أو مرتين استخدمته، بس قلت يعني خاف يخوف شو كان مواد حافظة أو كذا. هنا يا بنات ححضر الصوص مال الشوكولاتة، الصوص مال الكيكة البركانية. هنا عندي كوب إلا ربع حليب سائل، وكوب شكر، ونصف كوب حليب بودرة. هسه عندنا حليب سائل 3/4 الكوب او نصف كوب، تخلونه براحتكم، جربوا نص كوب بنات، خلوا نصف كوب حليب سائل ونصف كوب حليب بودرة وكوب سكر. الله يخليكم انتبهوا للخطوات، لانه ابسط غلط ما يطلع الصوص ناجح. خليت ملعقة نشا، وهذا كوكو البودرة الخام، خليت ملعقتين كاكاو، ملعقة نشا، بالخلاط.
لازم بالخلاط. نسكافيه متعدد الاستخدامات أو قهوة، أنا أستخدم هاي القهوة على طول. نصف ملعقة، لا تكثرون. ونخلي زيت النباتي العادي، نخلي قليل، تقريب 5 ملاعق، ربع كوب، ربع مو أزيد. ونخليهم بالخلاط ونشغله. يبقى بنات هو بقوا 10 دقائق، 8 أكثر، لحد ما يذوب السكر تماما. وتبقين يعني تلاحظين الثقل مالتها، تشوفين يعني ثقيل خفيف. إذا خفيف عندش زيدي شوية نشا. هنا بنات آخر خطوة، بعد ما شفتي يعني تمام كلش زين، قوامه ثقيل، تضيفين الزيت بالتدريج. الخلاط يبقى مشتغل وتضيفين زيت. أنا عيني ميزان، أعرف الكمية. شنو عندنا؟ لازم كوب زيت، بس الصراحة والله أنا ما أخلي كوب كلش هواية، أخلي نصف كوب أو 3/4 الكوب. أنا فالمعتاد عليه على طول أخلي نصف كوب. بعد ما بقى الخلاط يشتغل 3 دقائق، شوفوا القوام يجنن، شكله ولونه وطعمه عبالك نوتيلا. اكو يعني البعض يخلون شوكولا داكنة، والبعض يخلون قشطة قيمر، والبعض يخلون جبن مكعبات الكيري. هنا بنات بعد ما كملت خطوة الصوص، هنا اريد اقلب الكيكة. انتظرتها لما بردت واريد اقلبها. هنا خفت شو ما انقلبت بسهولة، ظليت الح وياها. شوفوا ما شاء الله، شوفوا الشكل، شوفوا الارتفاع مالتها. شوفوا بنات، كل شكلها حلو. وهنا قلبتها. وهنا الخطوة الأخيرة، حخلي الصوص على الكيكة، أضيف اللي فوق وبعدين أوزعه، وبعدين أخلي اللي يزود كله بالوسط. بنات اعتمدوا هاي الطريقة، والله العظيم راح تبيض وجهكم. أنا على طول أسويها من راح يجون خطار، أو أروح أنا مثل الأهلي أو البيت عمي، بيت خالي، أخذها وياي. أخذ الكيكة والصوص أسويه ببيتهم، لأن أكيد ما يصير هيك أخذها الصوص خافي يعني يسيح والجو حار، أو يعني ما أريد لخبص وطريق وسيارة وما أعرف شنو. فشنو بنات، على طول أنا أسويها كل 3 أيام، الأولاد يحبوها يموتون عليها. بعد ما وزعتها كل الزين، وهنايا قطعتها. أريد أشوفكم ارتفاعها وشكلها. شوف شكلها بنات، ولا غلطة، شكلها وارتفاعها ما شاء الله. أني مرات أخلي الصوص زايد منه ومنه، بس ما شاء الله اليوم كبيرة، أدان يعني على طول نفس القياس المضبوط. ويعني قلت لكم أنا قبل يوم مسويتها إلهم، سويتها لمتابعاتي الغاليات اللي طلبوها من عندي. أتمنى يمي وتتذوقوها. إن شاء الله عجبتكم، وسهمنا وسامكم ألف عافية. وأني أعتذر اللي شاف المنظر واشتهاها. هنا قطعتها وياكم. ريحة الهيل كلش طيبة، وريحة الصوص بعد أطيب. شوفوا شكلها بنات. حبيت أراويكم السمك مالتها. هنا بعد ما قطعت قطعة واحدة، ها شكل قطعة. شوف ما شاء الله قياسها 5 أصابع تقريبا.
جربوها بنات وكتبوا لي بالتعليقات عجبتكم نجحت وياكم، واي استفسار اني حاضرة، وشنو حابين اي اكلة اي طبخة قولوا لي اني انزل لكم اياها. بس يا بنات اتمنى تشاهدون الفيديو للنهاية، واتمنى تخلون لايك وتعليق حلو، وان شاء الله يكون بميزان حسناتكم. والله مرات ما إلي واهس انزل لان مشاهدات كلش ضعيفة، يعني والله العظيم اتعب تعب، اقول ليش يعني هيجي مشاهدات كلش ضعيفة، رغم ما انا قناتي كبيرة ما شاء الله 23,000 مشترك، بس مشاهداتها كلش فاشلة، ما اعرف ليش. والله العظيم يعني ان اني كلش اشاهد ومتفاعلة، واول باول اللي ينزلون متابعيني اتابعهم، بس ما اعرف ليش بعد. ان شاء الله يعني اتمنى هذا الفيديو يصعد وان شاء الله يعجبكم، واي استفسار حابين قولوا لي، ولا تنسون تعليق حلو ولايك، ومع الف سلامة.